السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا بيكم في تاك توكس، البودكاست ده هنقدّم فيه كاركترات مختلفة. خلّوني أعرفكم بنفسي الأول، لأن أنا عرفت من الإنتاج إن دي هتكون أول حلقة تنزل. أنا اسمي مصطفى، content creator life coach. غالبًا بقى لي 3 سنين ما وقفتش قصاد كاميرا أو ما قعدتش قصاد كاميرا، بطّلت بودكاست من فترة، وبعد كده كان الكلام إحنا هنعمل إيه؟ الفكرة كلّها لأ، أنا لمّا وقفت أنا حسّيت إن أنا خلّصت كل حاجة عندي، وفي خلال ال3 سنين دول اكتشفت إن الكلام ما بيخلصش، والأفكار ما بتخلصش، كل يوم في جديد. فلمّا قعدنا نتكلّم هنعمل إيه، قُلنا إحنا هنعمل بودكاست بستايل جديد. البودكاست ده مكان ل3 نوعيات من الأشخاص. حد شغّال بيبتدي ومحتاج منصة تانية أو platform تانية ينشر فيها شغله. حد ما عندوش الإمكانيات بس عنده الموهبة أو عنده أفكار مختلفة هييجي يقولها هنا، أو حد ممكن يكون viral مشهور أو كده، فهنعمل في اللحظة دي توثيق لدماغه معانا. ضيف النهارده حد قريب مني جدًا، حد باحبه جدًا، بس بعيدًا يعني إن هو أخويا. أنتم هتبقوا عارفين إن هو أخويا لإن في cover picture هيبقى فيها الصور بتاعتنا واسمه. أنا جايبه عشان هو شخصية تنافسية جدًا. أخويا يعني هيعرّف نفسه بعد شوية، بس في سببين، هو دماغه مختلفة وشخصية طيب. طبعًا. إزيك يا محمد عامل إيه؟ الحمد لله، أنت عامل إيه؟ الحمد لله، أنت عامل إيه؟ الحمد لله، أنت عامل إيه؟ محمد في طقس كده بنعمله في البرنامج، إن إحنا كل واحد فينا أو أي ضيف بييجي بيقدّم نفسه بالطريقة اللي هو يعني تعجبه أو الطريقة اللي هو شايفها صح. ليه بقى؟ تمام. لسبب، لأن أنا ممكن مثلًا أكون أنا مهندس مثلًا، بس أنا لعبت مثلًا رياضة معيّنة لمدة شهر. أنا حسّيت إن أنا بانتمي للرياضة دي أكتر من كوني مهندس، فاقول مثلًا أنا مصطفى لعيب كورة. أنا حسّيت إن أنا لعيب كورة أكتر. فأنت يا باشا إيه، قدّم نفسك بالطريقة اللي تريّحك feel free وتوكّل على الله، يالّا. أنا محمد محمود، مهندس بترول. أنا سعيد جدًا إن أنا معاك النهارده، وأنا والله وإن أنت منوّر، ادّيتني الفرصة إن أنا أطلع معاك في البودكاست بتاعك. منوّر. شرف ليّا إن أنا أبقى أول ضيف معاك. حبيب قلبي والله. محمد أنت رتّبت كام على الدفعة؟ التالت على الدفعة. التالت على الحمد الدفعة لله. صح؟ محمد أنا شايف محمد وزير بترول مصر 2045. ما دخلناش في السياسة. مش سياسة والله طموح، أنا باحلم بكده يعني. محمد أنت لمّا يعني اشتغلت على نفسك في التعليم ما شاء الله وصلت لحاجة حلوة أوي. لمّا بتخش مثلًا الgym بتلعب رياضة في أقل وقت بتعمل نتيجة حلوة. أنا أنا باحسّك تنافسي جدًا. أنا جسمي بيضبط في تمرينتين. طب أنت كنت عايز تقول لي حاجة، آه. إيه بقى اللي أنت كنت عايز تقوله لي؟ أنا كنت عايز أسألك سؤال دلوقتي اتفضل. بمناسبة اللي أنت قُلته. ماشي. الشخص لو هيقدّم نفسه، آه. لو هو مش هيقدّم نفسه بمهنته، ممكن يقدّم نفسه بإيه؟ باللي هو بيحبه أو باللي لقى نفسه فيه. إمم. يعني أنت لو لقيت نفسك في حاجة يعني أنت لو قعدت دلوقتي تغني وأنا عارف إن صوتك جميل ما شاء الله، يعني وحسيت إن أنت وصلت للناس، هتقدّم نفسك كمغني مثلًا. إمم. بس. فدي الفكرة كلّها، أنت بتقدّم نفسك يا بتقدّم نفسك بطريقة رسمية، بطريقة formal، يا بتقدّم نفسك بالحاجة اللي أنت مرتاح فيها يعني. زي كده مثلًا كل رجالة مصر لمّا بتيجي تقدّم نفسها هُم مش متجوزين، هُم أصلًا متجوزين يعني. هو مرتاح مرتاح إنه يقدّم نفسه لواحدة كده أنت يعني. مش قُلت لي إن مراتك ماتت؟ بالضبط ماتت في نظري. ماتت في نظري. طب بالمناسبة بقى إن إحنا قاعدين مع بعض، إمم. أنت شايف مين بيتمرمط أكتر، آه. الأخ الكبير والّا الأخ الصغير؟ الأخ الكبير والّا الأخ الصغير؟ بُص هاقول لك على حاجة. الأخ الكبير هو المادة الخصبة إنك بتجرّب فيه كل حاجة. إمم. يعني أنا مصطفى، أنا الكبير، وأنت محمد أنت أصغر واحد، في واحدة في النُص ما لناش دعوة بيها دلوقتي. تمام. إحنا بنجرّب مع مصطفى إيه، ما تيجي نضربه. لمّا نيجي نقاوم طب ما تيجي ننصحه، طب ما تيجي كذا، تقعد تجرّب فيه كذا كذا طريقة، ولمّا بتستقر على طريقة معيّنة بتطبّقها مع إيه، مع الأصغر، تبدأ تضبّط الموضوع ده. الميزة في الأخ الكبير شوية إن هو بيحضر الprime بتاع والده يعني. إمم. فكرة الprime بتاع باباكو دي اللي أنت بقى اللي هو إيه الcharacter بقى اللي هو في الpeak بتاعه بتشوفه، ده بيكون أفضل كتير. بس إحنا بالنسبة لبابانا يعني إحنا إيه، يعني كلّنا حضرنا في الprime بتاعه أعتقد يعني ما شاء الله ربنا يدّي له الصحة يعني. بس أنت يعني أنت واحد كبرت لقيت كل حاجة تمام يعني. آه الحمد لله. يعني أنت الجيل بتاعكم ما شافش بهدلة. ليه والله؟ إحنا متبهدلين. ليه متبهدل يا محمد؟ احكِ لي. طيب أنت دلوقتي إمم. الأخ الكبير طبعًا ممكن يكون بيتظلم شوية في اللي هو إمم. فعلًا في طريقة بتبقى التربية، في طريقة بتبقى لسه التربية. مش فاهم يعني، آه. الناس بتبقى لسه مش فاهمة، آه. فبتحاول تجرّب. إمم. بس once الأخ الصغير ده بقى اللي هو أنا، آه. هو شايل الليلة كلّها. أيوه بيبقى هو بقى كل الناس بقى بتطلب منه حاجات وبتوديه مشاوير وكده يعني. آه طبعًا. طب ما إحنا كبرنا برضه يعني. هاسألك سؤال، السؤال ده للناس كلها اللي معانا. من هو مخترع الإطارات المنفوخة؟ الكاوتش. كلنا بنركب عربيات فيها إيه؟ فيها كاوتش. إمم. هادّيك 3 اختيارات إن هو سؤال صعب. تمام، هل هو إيمانويل كاوتش والّا جورج دانلوب
ولا ديفيد منفخ؟ كاوتش. غلط. اجابه غلط. عشان هو اللي بينفخ كاوتش. انت لو سألتك تختار مين؟ انا اقول منفخ. كاوتش. كاوتش. لا، اجابه غلط. هو جورج دانلوب. حسيت كاوتش اوقع. لا، منفخ، ديفيد منفخ. طب هو الإفيه ده من الإفيهات الرائع الجامد الأيقوني مدحت شلبي. كان بيعمل برنامج ومساء الأنوار وكده، فكان بيقعد يسأل الأسئلة دي. كانوا بيقعدوا للساعة 5 الفجر. بيقعدوا الساعة 5 الفجر. انا مش فاهم كانوا إيه؟ أيوه بيقعدوا، وأي حاجة بتيجي على دماغهم بيعملوها. بيغنوا، بيسألوا أسئلة لبعض. فاكر أنت التيلر المسيء؟ التيلر المسيء. التيلر، اهو طلع تيلر. لأنه طلع تيلر. طب إيه؟ لمع كلامك إيه بقى. التيلر ده؟ بس نرجع جد شوية عشان ماشي. احنا عايزين ندي قيمة للناس. طموح وكواليتي. هل الطموح ليه كواليتي؟ احنا طيب خلينا مثلا نفكر الاول، هو يعني ايه طموح اصلا؟ تمام. ايه الفرق بين الانسان الطموح والانسان اللي مش طموح؟ تمام. بعيدا يعني ان كل واحد بيطمح في لقمة عيشه وكده، بالظبط. بس الانسان الطموح مثلا محمد صلاح مثلا، خلينا نقول كويس. مثلا محمد صلاح. طيب. ممكن يبقى لاعب كورة كل حلمه اللي هو يلعب في الدوري الممتاز مثلا. ايه الفرق بين الطموح والحلم؟ الحلم اول هدف تارجت بتحاول توصل له. طب وانس اللي انت وصلت له، خلاص انت قررت تقف هنا، ولا قررت يبقى عندك تارجت جديد او حلم جديد؟ هو انا ده ما بحبش الطموح. كلمه حلم. ليه؟ انا بحس ان الحلم دي يعني حاجه بعيده قوي، حاجه مستحيله قوي. لو انا بحلم بكذا انا مصطلح حلم يعني لذيذ، او هو احنا درجه. انا ممكن انا اغلط في الكلام واقول لك انا بحلم بكذا، بس انا بحس ان انا بفوكس على حاجه بسميها هدف مثلا، ان ده الهدف بتاعي، او ده الحاجه اللي انا عايز اعملها. بس حلمي دي دايما، حتى كان حماقي لي وانا بيقول لك ايه، هي حلم بعيد، ايه ما بيعديش. ده عسيلي. يا سيلي، حلم حاجه كده يعني. حلم بعيد. ايه حلم بعيد؟ ليه حلم بعيد؟ يا جايز نفسي يبقى اكيد، ليه؟ عشان يعني هو حاجه بعيده بقى قوي. اي ما تفوكس، يعني فوكس على حاجه اللي انت بتعمل كنترول عليها. بيبقى تارجت تقريبا unrealistic شويه. بالظبط. فانا بحس ان الطموح او الهدف هو مصطلح افضل، وخصوصا لو الهدف بتاعك ده فعلا فيه انت عايز تعمله بجوده معينه. هنا بقى هنا اللعبه بقى، الشخص الطموح والغير طموح. ان انت لما توصل للتارجت بتاعك انت خلاص هتريح، انا هقعد هنا تمام، ولا هيبقى عندي تارجت جديد. بالظبط. كل ما اوصل لحته ابقى عايز اروح ابعد. حلو. يعني انا شايف ان الانسان دايما لازم يرضى باللي عنده، بس يبقى عايز الاحسن. بالظبط. مش شرط ان انا قنوع يعني ان انا خلاص انا مبسوط باللي عندي وخلاص هنقعد بقى كده خلاص. لا، استمتع بالموجود. ومش شرط ان انا طموح ان انا يبقى مش عاجبني حالي برضه. فانت لا. لازم ترضى باللي عندك ودايما تبقى عايز الاحسن. بص، انا في الحته بتاعت ان انا استمتع باللي عندي ده انا بحب ان انا اكون مركز انا عندي ايه، وباخد بالي من حاجه. يعني في بقى تركايه بقع فيها كل ما اجي ابدا في حاجه. انت دلوقتي المفروض بتحط حاجه عشان ترفع الكواليتي بتاعت حياتك. حلو. فبتبدا فيها الحاجه دي بتستلزم منك الالتزام، تضحيات معينه، حاجات هتعملها او حاجات كنت بتعملها مش المفروض تعملها مع الوقت. فاللي بيحصل ان انا ببدا في الموضوع ده مع الوقت بيبقى بالنسبه لي عبء نفسي. دي تركايه بقى، دي عقلك بقى بيعملها لك، شيطان، عفريت، ايا كان. التركايه ان انت اصلا اللي انت كنت بتعمله ده عشان يخليك احسن بقى ضغط نفسي عليك مع ضغوط اليوم. حلو. فايه اللي حصل؟ الفكره كلها ان انت بتضغط عشان انت بتبقى نسيت انت بدات ليه، فبتحط الموضوع ده في لسته الايه، الضغوطات اليوميه. انت لو فكرت ان انت اصلا بادئ عشان تعمل كذا، اول ما بيجي لك الاحساس بتاع الضغط ده تلاقي نفسك ايه، تمام، انا عارف ان الموضوع بيستلزم مني 1 2 3، بيستلزم مني تضحيات، بيستلزم مني الى اخر الموضوع. فدي الفكره بقى، ده اللي كنت بتكلم فيه في الجوده بتاعه الفكره بتاعتك او جوده الهدف بتاعك. لما تيجي بتعمله في التراك ده، لان هو الموضوع اصلا الحياه تراكات عموما. بالظبط. بس هو يعني انت ايه تعريفك للكواليتي اصلا؟ يعني انا ليه دلوقتي مثلا اجيب نوتيلا مثلا تمام. ما اجيبش اللي هي الضرب بتاعتها اسمها ايه دي، نيو كريمه دي. ما علينا بالماركات، بس انا فاهمك. اعلانات اهو. اعلانات. هل انا المفروض استمتع بيها فعلا؟ هي اسلوب، يعني هي مدارس. مدارس فعلا. يعني انا بالنسبه لي الفكره ان اديني معلقه من الغاليه دي اللي هي الريسبي بتاعتها مظبوطه. اديني معلقه نوتيلا حلوة. ولا علبه لا، معلقه
يعني معلقه من العلبه الغاليه دي، يعني ممكن انا احوش واجيب العلبه الغاليه واكل منها كل يوم معلقه، على اني امشي نفسي في كل يوم بكميات كبيره في الفاضي. ما دي مايند سيت بقى، دي المايند سيت بتاعت الشخص الايه مايند سيت. مايند سيت. زي مثلا انت تفرق معاك الغايه ولا تفرق معاك الوسيله؟ هو كلام كبير، يبدو كبير، بس هل على حسب الغايه. يعني المهم ان انا اوصل للي انا عايزه وخلاص. بص، ولا الطريقه بتفرق؟ اوصل للي انت عايزه، بس ركز في انت عملت ايه عشان توصل، لان اللي انت عملته عشان توصل ده هيبقى متشال في وقت معين ممكن يطلع لك، فاهم؟ يعني احنا كنا بنتكلم في حته السوشيال ميديا، كل الناس اللي بتحط محتوى مثلا عبيط على السوشيال ميديا او محتوى بيقلل منهم او كذا، انت كشخص انت ما تعرفش انك في يوم ممكن تبقى مشهور او ممكن تبقى ناجح، انت ما تعرفش انت قدامك تبقى ايه. يعني لما بقول لك مثلا ايه، انا حاسسك هتبقى وزير بترول مصر 2045 مثلا، تمام؟ طب نفترض ان ده حصل، وان شاء الله يحصل. انت ركز بقى، انت في لحظه ما في حياتك انت مش عارف انا بعمل ايه، انا هوصل لايه. فممكن في لحظه انت بتوصل فيها للي انت عايزه، تلاقي ان في ناس طبيعي انها بتكرهك، مش عايزك في المكان ده في دنيا، فتلاقي ده بيظهر اللي انت عملته وما كنتش شاغل بالك بيه، بتلاقيه بيظهر قدامك. بالظبط. فسواء الغايه او الوسيله او ايا كان التراك او المصطلح عامل ازاي او الدنيا عامله ازاي، في لحظه انت هتدرك نفسك، انا وصلت بالطريقه الصح ولا غلط. رفاعي الدسوقي ولا ناصر الدسوقي؟ انا بحب رفاعي الدسوقي. انا بحب ناصر. لا بص، انا اقول كاوتش. لا انا اقول من فوق. رفاعي الدسوقي ما الدايره بتاعته اللي كان بيشتغل عشانها كانت بتحبه. بس ناصر كبر اكتر من رفاعي بكتير. ما هي بقى الغايه والوسيله. ناصر اذكى. هو ناصر الدسوقي طبعا ده مسلسل الاسطوره. ناصر كواليتي اعلى. ناصر كواليتي اعلى، بس هو كان بيجري ورا حاجات، هو كان عايز ينتقم بنجاحه. رفاعي كان بينجح عشان بيحب اللي حواليه، ده واحد بينتقم بنجاحه. عيب التقطيب والسلخ ده، عيب. والله كان بينتقم بنجاحه، وشخص عايز يثبت حاجه طول الوقت. انت لو فضلت في الدايره بتاعت انا عايز اثبت للناس ان انا احسن واثبت للناس الله، انت فين بقى؟ انت هتحتفل امتى؟ لا رفاعي كانت مراته بتحبه، اخوه الصغير كان بيحبه، امه كانت بتحبه، كل الناس كانت بتحبه. ناصر مهما وصل هو الناس عليكم في كومنتات، لان هو الهدف بتاعه ما كانش واضح، هو كان عايز ينتقم، والانتقام مش هدف، صح كده؟ المهم عايز اسالك سؤال شخصي. اتفضل. ايه رايك فيا يا محمد؟ الكاميرا بتاعتي فين؟ ايه رايك فيا؟ دي من اعظم الشركات. ايه رايك فيا كشخص؟ دي من اعظم. المهم لا قول رايك فيا ايه المهم. ايوه. انت بصراحه لو انا ما اعرفكش، انسان عظيم، انسان when it comes to يعني performance الله يبارك لك، مدهش. اغلتم طعضونا. انت اخ عظيم واب عظيم. 50 جنيه بص ولا قد 50 جنيه؟ طب قول بجد. تمام، احنا كلنا فخورين بيك. قول بجد عشان نخش في حته بقى، حته وحشه بعد شويه. لا بجد والله، اللي انت عملته معايا في حياتي مفيش اخ ممكن يعمله. ماشي. انت عامه شخص شاطر وناجح، ربنا يخليك. وفعلا ما عندكش اي مشكله ان انت تبدا من الاول كل يوم عشان بس توصل لحاجه او عشان تبقى شخص احسن. فانا فخور بيك. ربنا يخليك. ايا كانت النتيجه انا فخور بيك. كانت النتيجه ربنا يستر. هنفايرال ما تقلقش. هنفايرال صح. تمام. تحب تتكلم عن ذكريات الطفوله شويه؟ نتكلم. ماشي. محمد فاكر لما دبست صباعك؟ لا مصطفى خلينا ندبس صباعي قبل كده بالدباسه يا جماعه. الدباسه بتاعت الصباع. انا صغير مصطفى كان بالنسبه لي هو كله كان ليه ذكريات ايدل. مع اخوات ازاي؟ اه انا بضرب من عيني عادي. انا اكبر مثلي الاعلى. انا اكبر من محمد ب 11 سنه، فلو ما هو كان عنده 5 سنين وابتدى يهزر ويضحك، انا كان عندي 16 17 سنه، فكنت المهم اللي هو مره جه قال لي لا ده هو معلش هات صباعك. ده هو قال لي ايه، خد الدباسه دي دبس بيها صباعك. قلت له لا يا عم هتعورني. فقال لي لا انا عملتها قبل كده وما اتعورتش. قلت له بجد؟ طيب تك. اقسم بالله انا لسه فاكر احساس لسه فاكر احساس الصدمه اللي كان جوايا فيه.
خذلته. هو بس انا فاهمك، بس احنا ده فرصه كويسه من برنامج المسامح كريم ان انا اقول لك اللي حصل والله العظيم. انا وثقت فيك. بس اسمعني بس، انا وقتها كنت ماسك الدباسه وبدبس حاجه، فالدبوس شبك في صباعي، ما خرموش، انت صباعك اتخرم. ده عمل زي حرف سي ايوه كده في ايوه صباعي. أيوة. فانا بعتذر لك. انا لسه فاكر شكل صباعي، تمام. مم. ولسه فاكر احساسي ساعتها مم. ان انا كنت متاكد ان انت لا يمكن تخدعني وخدعتني. لا والله انا اسف عليا، بس هو والله هو ما عورنيش وقتها. طب فاكر موضوع العربيه المرسيدس؟ لا مش فاكر، هو كل حاجه. محمد كنت بعلمه السواقه، فانا بحب ادي لما يكون حد اصغر مني او اضعف مني في الامكانيات بديله الثقه يعني. فانا قلت له بص سوق، وخد خد الطريق بتاعه كده، قمت انا مريح الكرسي بتاعي ونايم، بديله بقى الثقه بقى. فانا نايم عامل كده ومريح على الكرسي وتاني، لقيت فجاه ايه الطريق عامل كده، ففي عربيه مرسيدس الباب بتاعها مفتوح. هو المفروض يعمل ايه؟ ياخد يمين شمال، شال الباب. كنت فاكرها واسعه واسعه واسعه. وبعدين يا انا ابني- دبست صباعي مم. وانا طيرت الباب. ايوه انت طرت الباب. انت كل الذكريات انا عليا، انت ما عملتش حاجه لا، خالص. لسه انت مش كنت بتاخد العيديات من قرايبنا وتضحك عليهم؟ انا مش عايز اتكلم في الموضوع. انا مش عايز اتكلم في الموضوع. لا كان افهمك. كان بيقول لهم احنا هنلم العيديات كلها بتاعتنا ونوزعها على بعض من الاول عشان كلنا ناخد فلوس كتير. لا ما طبعا كنتش هو كان بقول بيبقى مخلص العيديه بتاعته انا ما كنتش بقول كده. وبيقلبهم. انا بصراحه انا كنت اول واحد. انا كنت طفل تخين. كنت بحب الحلويات وبحب الاكل وكده. فانا كنت باخد العيديه بتاعتي، انزل اشتري بيها اشتري بيها حلويات وبومب وصواريخ واخلصها، فبقى معايا مبلغ صغير. الاصغر من الاطفال بقى، انا كنت اصلا اكبر واحد في ولاد عمي وفي ولاد خالتي، واكبر اخ اكبر نصاب. واكبر نصاب. المهم، فلما لا الفلوس بتخلص فبجيبهم بقول لهم يا جماعه ايه، انا اكبر واحد فيكم واخد اكتر فلوس. هم مش عارفين بقى في جيبي كام، فايه رايكم لو نحط العيديات كلها على بعض ونفرقها بالتساوي. فالهدف كان اسمى يعني. بس انا كنت انا من جوايا بعمل كده عشان اخد فلوس اكتر، بس عادي. ريست روم. نعم. هو برضو الموقف بتاع ريست روم ده كان جامد. مره كنا ايوه قول انت. كنا في الشارع مع بعض، فقلت له انا عايز اخش الحمام. حلو. فروحنا انظرنا او حاجه زي كده، فانا دخلت قال لي خلاص انا انا بقول الحمام من هنا، حمام كده مستنيني هو بره. فانا دخلت لقيت باب كده مكتوب عليه ريست روم. فبرجع لي تاني رحت راجع له تاني قلت له مفيش حمام هنا، مكتوب ريست روم. مكتوب ريست روم. منتظر الدبليو سي، فاهم؟ منتظر الدبليو سي عشان يخش. واحد قاعد في البحيره بقى. انا عايز اسالك سؤال. اتفضل. تتكلم مع نفسك؟ بتكلم مع نفسي. بتكلم مع نفسي. كنت بتكلم مع نفسي زمان بطريقه وحشه، عارف، قاسي مع نفسك. جلد ذات بقى وانت مش نافع وانت مش شايف والكلام ده. وبعدين قريت حاجه كده، اللي هو انت لو بتعامل اصحابك، بتتكلم مع اصحابك زي ما بتتكلم مع نفسك، هتخسر كل اصحابك. صح. فمن وقتها يعني في جانب كده بقيت براعيه اسمه مراعاة الضعف البشري. يعني ايه مراعاة الضعف البشري؟ يعني انا شخص عندي حاجات عايز اعملها، عندي دماغ، عندي حاجات، فانا اكيد بحب حاجات. وعشان تمشي في زي ما قلنا في تراك بتاع الهدف بتاعك او حاجه عشان توصل لها، انت بتحرم نفسك من حاجات كتير. فنفترض مثلا انت مثلا عامل دايت بقالك 10 ايام، قمت مبوظ في اليوم ال11، هتعمل ايه؟ المفروض تكمل. المفروض تكمل. في ناس بتنتكس. لو شلت المعادله بتاعت انك بني ادم بتضعف، انت مش هتكمل في حاجه في حياتك. بالعكس، انت بالظبط. اليوم ال11 اللي انت باص فيه الدايت ده، اعتبره مكافاه. اعتبره مكافاه ان انت فضلت 10 سنين 10 ايام عامل دايت. فدايما لما تغلط بعد فتره من الانضباط، اعتبر غلطتك دي مكافاه على ايه؟ على الالتزام بتاعك ايام كتير. بالظبط. بس فهي دي طريقه انك تكلم نفسك بالطريقه اللي انت لو كلمت بيها حد مش هيقفل منك. ده انا بالنسبه لي ان انت تتكلم مع نفسك انت بتعرف نفسك. بالظبط. يعني انا بجد بشوف ناس كتير هي مش عارفه هي عايزه ايه. بقى مثلا زعلان تقول له طب ايه اللي يبسطك، يقول لك ما اعرفش. بالمناسبه يا محمد، هو الارض كرويه ولا مسطحه؟ الارض كرويه طبعا. ايه الدليل انها كرويه؟ اي حد يقول الارض مسطحه جاهل. ما هو في جمعيه اللي هي بتاعه المسطحين دي بتقول المسطحين. المسطحين. انا راجل دريلينج انجينير، مهندس حفر ابار بترول. حلو.
تمام. اه البير اللي بنحفره ده مش لازم يبقى فيرتيكال. يعني صح. يعني انا ممكن مثلا مم. احفر بير السيرفيس عند في المانيال لا اشرح ببساطه كده للناس عشان يعني انا هاجي اقف اه مثلا. هتعمل هول في الارض، خرم في الارض. حلو. البير. المواسير تنزل بيه مواسير. اه 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 مسار حفره. بالظبط. تمام. مم. انا مش لازم احفره كده. اه مش عارف ايدي باينه ولا لا. ايده باينه. انا مش لازم احفره كده. مم. انا ممكن انزل اعمل كده. كويس. تمام. اه في الاف الابار تحت الارض. تمام. انا بتتبع مسار الابار دي بطرق معينه هندسيه. كويس. لو انا مش واخد في اعتباري ان الارض كرويه، اه الابار دي هتخش في بعض وهيحصل كوارث. فالانجينيرنج مم. والطرق بتاعت السيرفي اللي هو البير ماشي ازاي دلوقتي تمام. كلها معتمده على ان الارض كرويه. تمام. و... وداخل في حساباتها يعني حته ان الارض كرويه. فاي حد بيقول ان الارض مسطحه جاهل وما بيفهمش حاجه، واكيد مش مهندس. طيب احنا هنختم الفقره دي بجمله: مم. ما شافونيش وانا وانا بعاني، بعاني بس بس شافوني شافوني. وانا واحد تاني. الله. فاصل صغير ونرجع لبعض. Tag Talks. Tag Talks. Tag Talks. Tag Talks. رجعنا لكم تاني في تاك توكس. معايا باشمهندس محمد، ماي براذر. عايز تقول ايه يا ماي براذر؟ انا كنت عايز اسالك سؤال بمناسبه ان انا معاك النهارده. اه البودكاست ده مم. انت حابب توصل منه ايه؟ البودكاست حابب اقول منه ايه؟ بص، هو انا مبدئيا انا بتمنى انه ينجح ويفايرل ونوصل بيه لحاجه يعني. الفكره كلها في دماغي ان انت في مرحله معينه، ان انت لو شفت مثلا البودكاست بتاعي من 3 4 سنين كان هو مع مايكل راشد مثلا، هتلاقي ان دماغي مختلفه، وراي مختلفه، حتى انفعالاتي مختلفه. فهي الفكره انك بتوثق دماغ شخص في مرحله معينه هو بيفكر ازاي وشايف الدنيا ازاي. فاهم قصدي؟ فكره ان انت تكون حقيقي. حلو. انت عارف ان في ناس يعني انك تكون حقيقي دي شغلانه اصلا، شغلانه بتاخد عليها فلوس. فعلا. يعني هتلاقي دايما في صانعي محتوى كده ما بيقدموش اي حاجه خالص، بس عندهم حرفه انك تبقى شخص حقيقي، تبقى شخص بجد تعبر عن نفسك بجد. انت لما بتبقى في وسط الناس او بتبقى قدام كاميرا او كده، انت عايز تطلع نفسك باحسن شكل. في حد بياخد فلوس اكتر منك وبيعمل اعلانات وبيعمل واصل لليفل عالي قوي عشان هو مش مهم انه يطلع باحسن شكل، بس بيعرف ازاي يبقى حقيقي. الناس بتحس بالشخص الحقيقي. هو بيعرف يعملها، دي شغلانه. والمشاهد او اللي بيتفرج او ايا كان ايوه عشان كده بيتفرج مهما كان هو بيعمل ايه وانت بتتفرج عليه. بيتبسط ان حاسس ان اللي قدامه ده مش شخص مصطنع. بالظبط. فدي الفكره كلها، مم. انك تكون حقيقي ده ليه تمن على فكره. طب الناس بقى اللي بتظهر شيء غير اللي جواهم ده. الشخص اللي بيظهر شيء غير اللي جواه، بص هو انا ما يهمنيش هو بيعمل كده ليه، مش فارق معايا ايه الفكره من كده. بس هو بيبان مع لما بيوصل لحاجه شبه اللي هو عايزها، تبدا تتفرج عليه، فبيبان عادي جدا. انت ايه رايك؟ انا شايف يا باشا ان هو ده الوضع وهي دي الثوره. والله المستعان. والله المستعان. تمام. عارف طرزان؟ طبعا. ايه رايك في طرزان؟ كلنا طرزانات. اه والله. عارف اللي هو انا غريب علموني. ايوه. كل واحد فينا ما يروح في مكان معين او environment معينه عمره ما راحها مم. يبقى طرزان. بالظبط. علموني بقى يعني انت معتقد ان انت لو جبت انا مثلا، دلوقتي طرزان. ما احنا انا قاعد بنتعلم مع قدام بعض. الكاميرا فاهم. مم. مش عارف اقول ايه. انت متخيل ان انت لو جبت مثلا طفل رميته مم. في غابه، مم. هل يتعلم لغه القرود يعني ممكن يتكلم مع قرد مثلا؟ اعتقد بس هو علميا ده غلط. ليه هو الطفل اللي هو عايش لما انت الطفل بيبقى لسه مولود او اه لسه صغير. اه انت ما مش بتحفظه فوكاب يعني زي ما بنحفظ انجلش مثلا. مم. هو بيتعلم بالتجربة. نرجع لطرزان. بص هو فالطفل عموما انت مش بتحفظه حاجة يعني مش بتقول له اه الف ب ارنب. ارنب يعني رابط والكلام ده. هو بيشوف تقعد تقول له ميه انبو 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 بيعرف ان دي انبو مثلا. فطبيعي يعني لو هتلاقي القرد بقى مثلا هو قاعد مع غوريلا بتقول له او 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 فعارف ان او دي ايه. لا هو خد. هو اللي انا قريته يعني لسه قريت دلوقتي ان انت لما بترمي طفل او رميت طفل في غابه، هيفهم صرخات التهديد، هيفهم صرخات التجمع، بس ما فيش لغه للقرود اصلا. طب ما هي دي اللغة. بص، اللي هو احساس. ان فاكر انت إن موضوع هو اللي هو فاهم احساس؟ اه ان هو فاهم الصرخات بتاعتهم هي دي اللغة. بمناسبه اللي هو احساس، كان محمد هو محمد في الانجليش ريست روم وكده، كان في بدايته يعني. انتوا فالمهم جايبيني هنا تهزقوني ولا ايه؟ فكان في البدايه يعني بيقول لي لو انا في امتحان انجليش وفي اختيارات قدامي اختار ايه،
فقلت له اختار الحاجه اللي انت حاسس انها صح، عشان اللغه احساس. اللغه احساس. ايه عمل قفل الماده ولا شال الماده؟ عملت ايه؟ يعني دخلت هندسه ازاي؟ الحمد لله نجحت. دخلت هندسه ازاي؟ بس انا من ساعه اليوم ده وانا بجاوب بالاحساس دخلت في هندسه كل ازاي؟ المواد، مش الانجليش بس. اخر حاجه قبل ما نلعب لعبه كده تبقى لعبه ظريفه يعني. انا ملاحظ ان انت بتنزل فيديوهات عندك اه وعاملها بابليك، ايوه، وانت ما بتحطش اي محتوى، ما بتعملش حاجه يعني. ايه المشكله؟ انت ليه بتعمل كده يعني؟ ليه ما اعملش كده؟ انت صانع محتوى؟ لا، بترازينا ليه طيب؟ ما هو ده محتوى، ايه المحتوى؟ ان انا برازيكو. انت عايز تشقط يا بيه. عارف انت بتاعت ايوه بقى، الحمد لله على اجابتك السلامه يا وصلت. عم، انت هو كنت بيصور فين فيديوهات في الجيم، فيديوهات في والترندات كذا. والحاجات دي. هو عايز يروح شقط لغه العظماء. انت بس نبدا في الجيم. انت مش فاهم الحاجات بتاعت جين زي دي. جين زي. دي لعبه. بص مش هبص والله. دي لعبه ان هو بيوريني صوره وانا بوري له صوره، وانا ببدا اخمن. مم. تمام ماشي. نبدا. انا ابدا ولا انت؟ إيه ماشي، انا هبدا. ماشي. هي كاركترز صح؟ اه راجل. راجل. اه ماشي، ليه علاقه بالفن؟ اه جدا. اسال انت بقى. ماشي. الشخصيه اللي عندي حقيقيه؟ حقيقيه جدا. ليه علاقه بالفن؟ اه بس ما ينفعش تسالني نفس السؤال. ممثل؟ اه. يلا دورك. مطرب. بيغني. بيغني. بيغني ويمثل ولا بيغني بس؟ بيغني ويمثل. ده هو رياضي؟ يعني رياضي، رياضي محترف ولا رياضي عموما؟ رياضي. جسمه رياضي. اه ماشي. بس ماشي. احنا بنتسوح. احنا كنا فين؟ انا نسيت الاسئله عشان كده قلنا كل واحد يسال 10 اسئله لوحده. كوميدي ولا اكشن ولا سينما ولا اه انت قلت لي ده بيغني وبيمثل صح؟ اه طب هو في الاصل ممثل ولا في الاصل مغني؟ ممثل. الكاركتر ده عايش؟ اه. حي؟ حي يرزق. في البرايم بتاعه؟ في البرايم جدا. احمد عز؟ صح. كده في تامر حسني. لا. أنا حاسس ان في مؤامره. ماشي. مين هيبدا؟ انا هبدا. مين اللي بدأ المره اللي فاتت؟ انا هبدا. ماشي، لعيب اتفضل. مصري اه. بيلعب في الاهلي. اه بس هو لي سؤال واحد. بص هو سؤال ماشي واحد ماشي. بعدين انت دورك تقول السؤال. دورك خلاص ماشي، لعيب مصري. دورك. لعيب مصري. ما ينفعش اسال نفس السؤال. اه صح. لعيب مش مصري. مش مصري لا. تمام. بيلعب في الاهلي. احنا قلنا بيلعب في الاهلي صح؟ بس ده ما المفروض ما تحسبش، اساله تاني. بيلعب في الاهلي. اه ماشي. ايه ما بيلعبش في الاهلي؟ ماشي. خلاص سيب عادي، سيب اوكي. محمد مجدي قفشه. خلاص حسبي الله ونعم الوكيل. ماشي. ما انا قلت دي مؤامره سهله والله قوي. ما شفت. والله شفت. انا عارف هي دماغها فيها ايه. انا عارف هي هيجيبني مين. يلا كمل. انا كسبت. خلاص انا شفتها. خلاص هيكمل ايه كده؟ ما خلاص هو الواحد اللي بيلعب اديله فرصه. طيب اديله فرصه يمكن يجيبني. هو اونربل منشن. مخه قال له كامافينجا. دخل كامافينجا. روح هو كامافينجا. المهم ماشي. خلصنا لعب. انبسطت. اه اتبسطت جدا. مش عايزين نختم بحاجه كده؟ الحلقه النهارده الفايبس بتاعتها جميله جدا. طبعا الحمد لله وانا مبسوط يعني. بس انا عايز اسالك بقى سؤال مهم. اوكي. ماذا لو لم تنجح؟ لو ما نجحتش اه هيبقى قدامي حلين. يا اشوف حاجه تانية اعملها ده بجد والله، يا اما اعيد من الاول تاني. انا قايل لك. انا شايف ان انت مش المفروض تشوف حاجه تانية تعملها. حبيبي ربنا يخليك. المهم يعني نختم بقى الكلام الجامد ده. مبدئيا هقول بس حاجه كده. لو هو قال رايه فيا انا هقول رايي فيه. محمد الفرق بينه وبينه زي ما قلت 13 سنه. يعتبر انا مربيه فعلا. انا ما بتضايقش لو مثلا احنا في جروب ومحمد جاي علينا عرفته على الناس والناس حبيتنا اكتر منه. انا بفرح جدا. لو لقيت محمد بيعمل حاجه احسن مني بتبسط ان هو بيعملها احسن مني. ما بحسش ابدا ان انا ببقى بس متضايق ان حد يقول لي ما تجيبش اخوك معاك تاني. لا أنا لما بيكون موجود والناس تحبه اكتر مني انا اكون مبسوط. الراجل ده يخليني اعيط. بجد والله. فانا مبسوط ان انت موجود ومبسوط ان انت معايا حتى لو انت ما عملتش ده تاني. فدي خليها ذكرى كده.
وفي نهايه البودكاست ان شاء الله نتقابل تاني في حاجه اقوى، ان هو زي ما بيقولوا كده ايه، ربنا يكرمنا دايما الاحسن. واخيرا هو ده الوضع وهي دي الصوره، الله المستعان. والله المستعان. اشوفكم البودكاست اللي جاي.